عمرك صحيتي من النوم وانتي مش تعبانة جسديا، بس حاسة ان في حاجة تقيلة جواكي؟ دماغك شغالة، قلبك فيه مشاعر متلخبطة ومش عارفة تبدأي منين ولا تبدأي ليه اصلا. انا كنت في المرحلة دي، مش في ازمة كبيرة بس في تعب صامت، تعب محدش بياخد باله منه. كنت بضحك وبشتغل وبكمل بس جوايا زحمة افكار فوق بعضها ومشاعر مش لاقية مكانها. كنت مستنية حد يفهمني، حد يسمعني، حد يطمني، بس الحقيقة اللي وجعتني ان انا نفسي ما كنتش فاهمة نفسي. في يوم وانا قاعدة لوحدي سألت نفسي سؤال بسيط جدا بس عمره ما اتسأل قبل كده: هو انا حاسة بايه بجد؟ السؤال ده كان بسيط بس الإجابة كانت تقيلة قوي. اكتشفت ان طول الوقت بهرب من الإجابة، بهرب بالشغل، بالسوشيال ميديا، بالانشغال بأي حاجة غير اني اقعد مع نفسي. واول مرة قعدت حسيت بخوف، مش من اللي حواليا، حسيت بخوف من اللي جوايا. اللحظة دي ما غيرتش حياتي بس كسرت حاجة جوايا، كسرت الصمت، ومن هنا بدأت رحلتي مع نفسي. رحلة ما كانتش سهلة بس كانت ضرورية. في الحلقة الجاية هحكي لكم أول خطوة عملتها خلت دماغي تهدى شوية من غير علاج ولا نصايح ولا تغيير. لو حسيتي ان الكلام ده فيه شبه منك اكتبيلي في الكومنتات، واعملي سبسكرايب لقناة بي ديفا علشان الرحلة دي مش هينفع اكملها لوحدي. اشوفكم الفيديو الجاي.